السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه يا شباب؟ النهارده معانا فيديو جديد. النهارده في الفيديو ده جايين نكمل على الاسترو بلوج اللي عملناه المره اللي فاتت. هنعمل فيها يعني ايه اضافه لذيذه كده كانت في دماغي بقالها فتره، فعايزين نعملها سوا. اول حاجه تعالى نبص على البلوج بقت عامله ازاي دلوقتي. لو نفتح كده ايه ده الكود بتاعنا. لو نفتح كده نقول لها npm run dev، او اكشلي مش محتاجين نقول لها npm run dev لان انا اوريدي رفعتها برودكشن. ممكن نبص عليها كده ايه من على اللينك بتاعها من على فيرسل، او هتلاقي عندك اياد الشريف بلوج دوت فيرسل دوت اب، نقدر نتفرج عليها كده ايه سوا. يلا كده بسم الله. يعني اول حاجه هتلاحظها ان انا غيرت الصور، بقت حطيت صوره انا وحطيت صوره حاجات كود وبتاع. ده اول هم. تاني هم ان انا خليتها بالعربي وخليتها يمين اليمين للشمال. تمام، يعني ده بالنسبه لي يمين، يعني فيمين للشمال. فبقت الرئيسيه المقالات مش عارف ايه كده الكلام ده. تمام. حطيت فيها مقالات من بتاعتي، دي مقالات انا اكشلي منزلها على لينكد ان، بس يعني ايه عشان نملى اي حاجه كده لحد ما نحط المقالات كلها يعني. فاخترت مقالتين كده وايه وحطيتهم. اوكي. حطيت السوشيال ميديا بتاعتي. تعالى كده نشوف عملنا ايه تاني. زودت الاباوت ماي سيلف دي اللي عن الكاتب، دي صوره برضو من على لينكد ان، يعني كريتيف جدا ما شاء الله عليا. زودت شويه معلومات، حطيت السوشيالز بتاعتي هنا كمان. حته المقالات حطيت فيها المقالات بتاعتي وظبطت فيها الصور وظبطت فيها الدنيا يعني بشكل كويس. وزي ما انت شايف الموقع سريع، الموقع ريسبونسيف بشكل كويس. تمام. حته تلخيص الكتب ما غيرش في حاجات كتير، زودت بس مثلا الديسكربشن هنا. ظبطت الدنيا من جوه شويه، اللي هو مثلا لو نفتح مثلا فلوينت رياكت ده، هتلاقي في ايه، هتلاقي في ان انا ظبطت الدنيا دي. ما كانتش كده، كانت الصوره بالعرض كده بعرض كبير قوي كده، فكانت شكلها وحش. ظبطتها، خليت ان العنوان هنا والديسكربشن بتاعته، طبعا لسه هحط ديسكربشن احسن من كده. تمام. والتاجز. ولو تلاحظ ان الموقع كله بالعربي ما عدا الحته دي بالانجليزي، لان تلخيص الكتب يعني انا بذاكرها انجليزي بلخصها انجليزي، فدي كده. اوكي. الليست اوف كونتنتس يعني دي فيها ليست اوف كونتنتس كلها، لو مثلا انتروداكشن شابتر 1 مش عارف ايه كل الحاجات دي، وده كله يعني ايه شغلت الشو والهايت بتاعته. تمام. وهوريكم عملتها ازاي. وده تلخيص الكتاب ذات نفسه، يعني تقدر تشوف كده ان ده شابتر 1، تقدر تقعد تلف فيه براحتك. ده مثلا في هنا كود اكزامبلز، في هنا ليستس، في هنا مش عارف ايه كل الكلام ده. تمام. هل عملنا حاجة تانية؟ لا، الموقع يعني شغال زي ما هو. تمام. مفيهوش فروقات كتير. تمام. بس الفكرة ان انا ايه، ان انا ظبطته رستقته يعني. فاهم يعني، حطيت فيه كلام بالعربي، حطيت فيه صورتي، حطيت فيه الصور بتاعتي وكده. تمام. طيب انا ممكن اوريك ايه مثلا، ممكن اوريكم مثلا الحته بتاعت تلخيص الكتب دي عملتها ازاي، لان زي ما احنا قلنا مثلا المره اللي فاتت انا ما بعتش جافا سكريبت، فدي المفروض حاجه شغاله بجافا سكريبت. فانا عملتها ازاي؟ انا عملتها رياكت. هتقولي عملتها رياكت ازاي؟ هقول لك تعالى كده نبص سوا. ان هتلاقي ان انا هو كراش ولا ايه؟ لا مش. طيب هتلاقي ان انا عندي كومبوننت اسمه بوك. تمام اهو بوك. هتلاحظ ان البوك ده فيه ايه، حاجه من الحاجات اللي فيه اسمها نستد هيدنجز. النستد هيدنجز دي بتروح لحاجه اسمها ليست اوف كونتنت. ليست اوف كونتنت دي عباره عن رياكت كومبوننت، او حتى طلعت انها دوت تي اس 6 ورياكت كومبوننت عادي جدا جدا جدا. عملتها رياكت كومبوننت ليه؟ عشان كنت محتاج شويه ستيت وشويه فانكشنز، فانا يعني ايه استسهلت بدل ما اعملها بقى بجافا سكريبت عاديه واقعد اعمل حاجات غريبه كده وبتاع. عملتها ايه، رياكت. تمام. عملتها رياكت ازاي عشان تشغل رياكت في حاجه زي كده بكل بساطه؟ اد الانتجريشن بتاع رياكت. هتلاحظ كده ان انا عندي حاجه اسمها هنا ايه اسمها استرو رياكت. تمام. لما بتنزل معاها رياكت ورياكت دوم والتايبس بتاعتهم والكلام ده كله، وبتشغل لك رياكت بهذه البساطه. طيب دي كانت كل التطورات اللي احنا عملناها للايه البلوج. يعني خدت مني شويه وقت يعني عشان اظبط واحل المشاكل اللي فيها وكده، بس يعني ظبطنا. طيب احنا جايين نعمل ايه النهارده؟ احنا جايين نعمل فكره كانت جات لي في فتره كده فاتت، وايه استغلت ان انا عامل بلوج بتاعتي عشان اعملها. الفكره دي هي ايه؟ الفكره دي ان انا كواحد بينزل محتوى. طب انا بنزل محتوى ليه؟ جزء كبير ان انا بنزل محتوى عشان انا عايز ازود ايه في المحتوى اللي موجود باللغه العربيه. عشان كده بعمل فيديوهات، يعني بحاول اعمل فيديوهات يعني ايه مختلفه عن اللي موجود باللغه العربيه. تمام. لمواضيع انا بشوفها وبتعجبني بحاول اعمل فيديوهات عنها باللغه العربيه. كذلك بوستات، ودلوقتي عملنا الايه البلوج بتاعتنا. تمام. ده كله انا بس، انا نفر واحد. تمام. عايزين بقى نخلي الناس تشارك معانا. تمام. هل انا هخلي الناس تكتب بوستات؟ لا، مش هخليها تكتب بوستات، لسه الحته دي قدام شويه. بس انا عايز اخلي الناس تقدر تشارك معايا في الايه في البلوج بتاعي. فهنخليها تشارك معايا ازاي؟ هنخليها تشارك معايا ان في عندنا محتوى بكميات مهوله. تمام. مكتوب بالانجليزي. تمام. محتوى بكميات كبيره جدا. اوكي. بوستات بقى وارتكلز وحاجات على ميديوم وديف 2، كل حاجه سواء سوشيال ميديا او سواء مقالات او كده. تمام. فالمحتوى ده موجود ومحتوى كويس جدا، وما عندناش حاجه بالعربي زيه. طب ما ايه رايك نجيبه للعربي؟
تمام، نجيبه ونترجمه ونحطه بالعربي. تمام، ده هيعمل ايه؟ ده هيساعدنا ان احنا نزود المحتوى العربي. ده الفكره اللي احنا بنعملها من الاول اصلا، او اللي انا بعمله من الاول. تمام. غير كده احنا اصلا بالعربي ما عندناش مدونات، ما عندناش بلوجز كتيره برمجه. تمام، البلوجز البرمجيه اللي موجوده قليله جدا 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 جدا، لدرجه ممكن تعدي على الصوابع يعني. يعني عندنا مثلا ايه، لحظه كده بس، هات البراوزر. فين البراوزر؟ ادي البراوزر. عندنا مثلا مين بيكتب بالعربي؟ عندنا مثلا الزيرو. الزيرو هو اللي عنده مدونه بتاعته مقاطعات، وكده كده الزيرو ما شاء الله يعني، باشمهندس اسامه الزيرو يعني قناته كبيره ودنيته كبيره، فطبيعي يبقى عنده بلوج. عندنا كذلك حاجه اسمها او مدونه اسمها اقرا تك، دي كنت بشوفها مؤخرا يعني. اقرا تك عاملها برضو باشمهندس مصري مش فاكر اسمه ايه، بس هو كان حد يعني ما شاء الله شكله تقيل وشكله فاهم. تمام. ومتاح حاليا ان اي حد ينزل عامه يعني. تمام اهو، يعني فيها حته ان انا ايه قريت يعني، انا ممكن اهو اكتب معنى، ممكن اخش وانضم واكتب بوستات على المدونه وبتاع. وعلى فكره عليها مواضيع جميله جدا جدا جدا، ممكن نبقى ايه نغطيها في وقت من الاوقات. تمام. يعني زي ما تقول عندك مواضيع عن الفرونت اند، عن الباك اند، عن مش عارف إيه. مثلا تعالى نجيب اي حاجه عن الفرونت اند مثلا، ناخد بس لفه في المواضيع كده بسرعه، نشوف عندهم ايه. وزي ما انت شايف يعني الشغل عالي اهو. هو الباشمهندس ده انا مش فاكر اسمه ايه برضه، باشمهندس محمود يوسف. تمام. امم باشمهندس ايه محمود يوسف. فعليها بلوجز كتير، عليها حاجات كويسه يعني. تمام. وفي ناس كتير يعني بتلاقيهم بيكتبوا على لينكدين وعندهم محتوى على لينكدين، تلاقيهم برضه بيكتبوا ايه عليها، نظرا لانها يعني ايه يعني عشان يلم، عشان يعني محتوى يبقى مع محتوى الناس التانية، وزي ما محتوى الناس التانية بيتشاف يبقى محتوى كان بيتشاف. تمام. فعندنا اقرا تك. عندنا ايه تاني بالعربي؟ تقريبا ما عندناش. حتى مثلا في ناس كتير من اللي هم المبرمجين المصريين اللي عندهم محتوى بينزلوه بالانجليزي. عندك مثلا احمد الفي بينزل محتوى يعني، البلوج بتاعته يعني نعمل عليها مثلا 6 7 بوستات كلهم يعني ولا حاجه، بس بينزل بالانجليزي. عندك مثلا اسمه مدحت داوود تقريبا برضه بينزل بالانجليزي. فاحنا عايزين نبقى ايه، يبقى لنا مكان ننشر عليه بالعربي. حتى انا اصلا لسه شايف البوست والله امبارح تقريبا، بيقول لك ايه، بيقول لك ان احنا كعرب مشكلتنا في المحتوى، احد مشاكلنا في المحتوى يعني، هو احنا بنشيره على السوشيال ميديا. معظم الناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا. فاحنا عايزين ايه، يبقى لنا بلوج او مدونه كده، حته زي المحتوى تلاقيه مكتوب عليها. تمام. تمام. حاجه تانية برضو، نخلي الناس تشارك. ناس كتير قوي تبقى نفسها تشارك او نفسها تعمل حاجه بس مش عارفه تبدا منين او تعمل ازاي، فدي فرصه جميله جدا الناس تشارك. وانت مش بتشارك، انت مش بس بتشارك بتفيد نفسك، لان بتفيد ناس تانية. لان انت زي ما انت بتشارك انك بتشوف بوستات تقراها تتعلمها تترجمها للغه العربيه، بتفيد ناس تانية ما بتعرفش تقرا بالانجليزي انها تقرا نفس المحتوى ونفس البوست بنفس الكواليتي بس بالعربي. تمام. تمام. وغير كده حاجه انا كان نفسي من زمان اعمل حاجه الناس تشارك فيها اصلا عامه يعني. اوكي. اوكي طيب، هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنعمل الكلام ده هنحاول نعمله بابسط شكل ممكن. تمام. احنا مش عايزين نصعب الدنيا، عايزين نعمله بابسط شكل ممكن. تمام. تمام. هنعمله ازاي؟ احنا عندنا دي صفحه البلوجز بتاعتنا، صفحه فيها البلوجز بتاعتي، فيها تاجز، فيها ديسكريبشن، صور، مش عارف ايه، كل الكلام اللذيذ ده. هنعمل صفحه تانية زيها. طب احنا بس بقول لك الايه الاجنده اللي احنا هنمشي عليها كده، عشان ايه نشوف هنعمل ايه. تمام. هنعمل صفحه تانية زيها. تمام. انا كنت بس كاتب الخطوات ايه في نوتة جنبي كده، فبس عشان اكفر الدنيا معاكم. هنعمل صفحه تانية زيها. تمام. الصفحه التانية دي هيبقى اسمها مقالات مترجمه. مثلا عندنا المقالات وعندنا المقالات المترجمه. تمام. تبقى نفس الشكل تقريبا يعني. مثلا تخش على البوست كده او المقال، تلاقي فيه نفس الكلام، فيه صوره، فيه تاجز، فيه شويه تكست، فيه مش عارف ايه، وكل الكلام ده فيه حتى الكاتب تحت. تمام. او بيانات عنه كده. الفرق بس ان انا نزود حاجه كمان في اول البوست كده بتحط فوق، اسمها ايه، اسمها لينك المقال الاصلي. لينك المقال الاصلي مثلا يعني انا مثلا جايب مقال من على ميديوم ولا ديف 2 ولا من على اي بلوج بتاع اي حد، هجيب بس لينك المقال كده. عشان ايه؟ عشان احنا مش بنسرق المحتوى، احنا بنترجمه. تمام. فيعني ما يبقاش هو واحد عامل محتوى تعبان فيه وبتاع واجي ناخده واقول ان انا اللي عملته. لا، احنا بنقولش ان احنا اللي عاملينه، احنا بس جايبينه ايه، ترجمين. تمام. بكل بساطه. تمام. وهنزود او هنعمل يعني ده نص الايه، ده نص المشروع، ان انا اعرض المحتوى المقالات المترجمه عندي كايه على الويب سايت بتاعي او على البلوج بتاعتي. تمام. طب ايه النص التاني؟ النص التاني اصلا ان انا اسمح للناس انها تترجم بوستات. فدي بقى ايه، دي سكه كده، حوار كده جات لي فيه فكره ان احنا نعمله من خلال جيت هاب. تمام. من خلال جيت هاب، ان اي حد عايز يعمل بوست يعمله من خلال بول ريكوست، وهنشوف الكلام ده بيتعمل ازاي قدام. بس يعني خلينا ايه نمشيها واحده واحده. تعالى كده نبتدي بالكلام اللي احنا عايزين نعمله، اللي هو ان احنا نعمل سيكشن جديد في المشروع بتاعنا. فلو تفتكر كنا قلنا الحلقه اللي فاتت او الفيديو اللي فات ان احنا عشان نعمل اي كونتنت جديد او اي حاجه سيكشن كونتنت جديد، محتاجين نعمل حاجتين. محتاجين نعمل له شويه يو اي. تمام. ده بيتعمل في الايه، في البيجز دايركتوري. ومحتاجين نعمل له ايه، محتاجين نعمل له كوليكشن، كونتنت كوليكشن. فده بيتعمل ايه في الكونتنت. فاحنا نيجي هنا، تعالوا بس نقفل الفقرات الزياده اللي مالهاش لازمه دي. نقفل كل ده. تمام. قفلنا كل ده. احنا عايزين ايه، عايزين الكونتنت.
نيجي للكونتنت، احنا عندنا لو تلاحظ كده في الكونفج عندنا ايه؟ دي الكوليكشنز بتاعتنا صح؟ احنا عايزين نعمل كوليكشن جديد. الكوليكشن الجديد هنسميه هنا ايه؟ هنسميه translated posts collection. تمام، وده هيساوي ايه؟ ده هيساوي define collection، هنديها ايه؟ الاوبشن بتاعنا، ونيجي نقول لها ان احنا عندنا برضو translated، هنقول له مثلا ايه؟ translated posts. ده ايه؟ ده هيبقى عبارة عن يعني او داتا شكلها شكل translated posts collection. تمام، الترانزيت بوست كوليكشن هتبقى عباره عن ايه؟ هيبقى التايب بتاعها عباره عن كونتنت مش داتا. الكونتنت كنا قلنا برضه الحلقه اللي فاتت ان الكونتنت ده اللي هو المارك داون فايلز، الداتا دي اللي هي جيسون فايلز. احنا هنستفاد من الجيسون فايلز كمان شويه، بس يعني خلينا نركز على ايه البوستات بتاعتنا الاول. تمام، وعندنا ايه تاني؟ عايزين نعمل سكيما. تمام، السكيما دي نعملها فين؟ احنا عندنا فولدر اسمه سكيما، ده فيه كل السكيمز بتاعتنا اهو. هنعمل سكيما جديده، نقول له كده ايه؟ اكسبورت كونست ترانزليتد بوستس او بوست سكيما. تمام، ترانزيت بوست سكيما دي عباره عن ايه؟ فانكشن زي اللي فوق دول كده. ممكن حتى نجيب البلوج سكيما ناخدها كوبي بيست. تمام. عباره عن ترانزيت بوست سكيما، عباره عن حاجه زي كده، عباره عن فانكشن بتاخد حاجه اسمها سكيما كونتكست، ناخد منه الايمج عشان هي يبقى ليها ايمج. تمام، فنلاقي عندها ايه؟ عندها تايتل، عندها انترو. الانترو ده زي ما تقول كده يعني انترودكشن صغيره كده عن البوست، بحيث انك تشوفها من بره. يعني مثلا زي ايه؟ اللي هي دي الانترو. تمام، وهبقى اوريها لك حتى في الايه؟ في المارك داون فايل ازاي هنعملها. عندنا ايه تاني؟ عندنا تاج. التاج ده بيبقى سترينج كده، سترينج ما بينه كوماس كتير، بيعمل لي التاجز اللي هي دي. تمام. تمام، عندنا ايمج. الايمج ده اللي هي الايمج دي بنقول له انها اوبشنال. هي مش اوبشنال، هي لازم يبقى فيه ايمج، فاحنا هنشيل كلمه اوبشنال من هنا ونشيلها من هنا كذلك. تمام، لان احنا اي حاجه تنزل لازم يبقى معاها ايمج يعني. تمام، والفوتو يعني ماشي، دي برضو شيلها ايه؟ خليها مش اوبشنال. تمام، زي الفل. ماذا بعد؟ عندنا الببليكيشن ديت، وعندنا التايب. انا مش عارف ايه التايب ده بصراحه، بس خليه. تمام، انا ما بستعملوش، بس معناه منه. تمام، عندنا حاجه جميله جدا اسمها الايه؟ الاوثر. الاوثر ده اللي هو ايه؟ اللي هو انا كواحد بكتب، فانا اوثر صح. فاحنا هنا بنعمل ريليشن ما بين البوست والاوثر بتاعه. تمام، فانا هنا بقول ان الاوثر ده مش حاجه بحد ذاته، لا هو بيرفرنس ايه؟ اوثر. يعني هو بيبقى عنده سكيما زي الاوثر سكيما دي، اللي هي انه عنده ديسبلاي نيم وبايوجرافي صغير كده وايه؟ وفوتو. تمام، فده بيعمل لك علاقه ما بينهم كده، ويتاكد ان مثلا لو انا مثلا عامل اوثر اسمه اياد، ان في فايل فعلا الاوثر اللي اسمه اياد ده، وفيه بيانات اياد ولا. تمام. وده من ضمن الحاجات اللي احنا ايه؟ هنركز عليها قدام. فده كده شكل ترانزيت بوست. احنا عايزين بس نزود حاجه كمان جدا، نسميها ايه؟ اوريجينال. نسميه اوريجينال يو ار ال. ده هيبقى زي دوت سترينج. زي دوت سترينج، ونقول له ان هو ايه؟ يو ار ال، عشان بس ما حدش يستعبط ويحط اي تكست وخلاص. تمام. كده احنا عندنا ايه؟ عندنا الترانزليتد بوست سكيما، وعملنا لها اكسبورت. نقدر نرجع هنا نقول له ايه؟ نقول له ان السكيما عباره عن ترانزليتد بوست سكيما، نعمل لها اوتو امبورت من فوق. وكده احنا معانا ايه؟ وكده احنا معانا الكوليكشن بتاعنا مظبوط. فاضل بس ان احنا نعمل له فولدر للحاجه بتاعته اهو. تعالى نقول له ان احنا عندنا ايه؟ فولدر اسمه ترانزليتد بوستس. ده حاليا هيبقى فولدر فاضي. تمام، لسه بقى لحد ما نملاه بالايه؟ بالاكشوال بوست بتاعنا. تمام، كده عملنا الايه؟ صح. فاضل ان احنا نعمل اليو اي هنعمله ازاي؟ ان احنا ناخد البلوج دي كوبي بيست. هنسميه ايه؟ هنسميها ترانزليتد بوستس. تمام، ترانزليتد بوست دي هيبقى فيها فولدرين. اول فولدر اسمه بيج دوت استرو، والبيج محطوطه ما بين سكوير براكتس. محطوطه ما بين سكوير براكتس عشان نعرف ان ده بارامتر. تمام، ان البيج ده ممكن يعني بارامتر بيجي لي من بره، ممكن يكون متغير، يعني ممكن يبقى 1 2 3 وهكذا. وغير كده محطوط قبلها 3 نقط. 3 نقط معناها انها اوبشنال، او مش اوبشنال معناها انها كاتش اول. كاتش اول يعني ممكن تكاتش ان يبقى ما فيش اصلا بارامترز خالص، ممكن تكاتش ان يبقى في بارامتر واحد او اكتر من بارامتر او كده. تمام. تمام، هو انا دلوقتي في حاجه مضايقاه، مش عارف ليه، بس يعني هي هتروح لوحدها ان شاء الله يعني. عشان نبدا نجيب الايه؟ البوستات بتاعتنا ونعرضها، عندنا فانكشن اسمها ايه؟ جيت ستاتيك باث. جيت ستاتيك باث دي بديها الكونتنت بتاعي اللي انا عايز، يعني اللي انا عايزه، اللي هو الستاتيك كونتنت بتاعي عشان اعمل منه الصفحات بتاعتي. تمام، ازاي؟ ان هي فانكشن
الفانكشن دي بقول لها انا عايز اجيب الانتريز دي بجيبها ازاي؟ بجيبها من حاجه اسمها جيت كوليكشن. دي فانكشن استرو بتوفرها لي، بديها اسم الكوليكشن اللي هو في الحاله دي اسمه ايه. لو جينا نشوف كده اوتو كومبليت هيدينا ايه؟ هيدينا مش هيدينا حاجه، بس هو في العادي بيدينا يعني اسمه translated posts زي ما سميناه في الايه في الكونفيج فايل. تمام، ان انا عندي كوليكشن اسمه translated posts، فانا ممكن مثلا اسمي دي اسميها ايه؟ اسميها مش لازم نسميها، الموضوع تقلان قوي يعني، بس مش عارف ليه، ما علينا. المهم يعني، فاحنا عندنا ايه؟ عندنا البوستس بتاعتنا دي اللي هي البوست بتاعتنا، انا باخدها، انا مجرد ان انا بعمل لها سورت، مجرد ان انا بعمل لها ايه؟ بعمل لها سورت، بسورت على بقول له هات لي كل واحد منهم، هات لي الداتا هات لي منها الببليكيشن ديت، هات لي الفاليو بتاعته، ماينصها لي من بعض. ليه؟ عشان ارتبهم بحسب الايه؟ حسب الديت، ان الجديد الاول القديم ايه؟ تحتيه. بعد كده باجينيت الكلام ده. باجينيت الكلام ده على اساس ايه؟ على اساس ان انا عندي البوست بتاعتي، وعندي حاجه اسمها بوست بير بيج في في فايل كونفيج انا عامله كده. فايل الكونفيج ده فين؟ فايل الكونفيج ده اهو. لو تبص كده في شويه حاجات، في مثلا السوشيال لينكس بتاعتي، في مثلا الايه الباجينيشن بتاعنا، ان مثلا عايز البوست بير بيج عايزها مثلا تبقى وليكن مثلا 5، عشان يبقى عندي ايه 5 بوستات. بعد كده يبدا ايه؟ يقول لي نيكست 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 وانت ماشي. تمام. تمام، الكلام ده انا مش عارف هو ايه، فانا هحاول اريستارت التي اس سيرفر، تي اس لانجوج سيرفر، وارجع لكم تاني. طيب انا بعد ما يعني ما عملتش ريستارت، انا كنت شغال على برانش تاني، رجعت البرانش وبتاع، الدنيا ظبطت شويه، بس طلعت لي مشكله تانية، بيقول لي ان ايه از انون. ايوه طب ماشي، هو انون، طب ما هي كانت شغاله الناحيه التانية. يعني مثلا لو جينا هنا ما كنتش بتعترض تقول لي انون وما انونش، كنت بتشتغل وخلاص. تمام، يعني لو نيجي نبص كده على قيمه A و B هنا، هتلاقي ان A و B واخدين التايبس بتاعتهم صح. فايه مشكله A و B هنا؟ ان A و B هنا ان الكوليكشن دي بترجع array of unknown. لان هو مش عارف الدنيا بتاعتي. ليه مش عارف الدنيا بتاعتي؟ لان استرو بتعمل زي ما تقول كده زي ستاتيك تشيك كده على الفايلات بتاعتك والكوليكشنز والكونتنت بتاعك وتطلع منه زي فايلات. فبتطلع فايل اسمه فولدر اسمه دوت استرو فيه شويه تايب ديفينيشنز. التايب ديفينيشنز دي فيها يعني كل حاجه انا كاتبها كستاتيك تايبس. يعني مثلا ما بتعملش مثلا ان البلوج عندها تايتل سترينج وايمج سترينج ومش عارف ايه وكده، لا ده بتعمل مثلا ان التايتل كذا والايمج كذا، وكل حاجه بتديها الفاليو بتاعتها. تمام. فبتعمل الكلام ده ازاي؟ بتعمل الكلام ده هي بتجنريت لوحده مع الوقت. طب افرض انا ما جنريتوش لوحده، في عندنا كوماند اسمه ايه npm run sync. لو عملنا له رن هيشتغل. sync ده بيعمل ايه؟ بكل بساطه بيرن استرو sync. لما نرن استرو sync ده، إيه اللي هيحصل؟ هيسync الحاجات اللي انا عملتها جديده في الكونتنت فولدر مع الدي دوت تي اس فايل اللي موجود هنا ده. وبكل بساطه يعني استرو هتفهم ان انا بقى عندي كونتنت جديد وكوليكشن جديد. تمام، خليه بس يخلص سينك اهو. خلص السينك. لو نفتح كده هنا هنلاقي ايه؟ هنلاقي ادي البوكس بتاعتي، ادي البلوجز بتاعتي. هو تقريبا ستيل ما شافهاش، بس المهم تقريبا هو جنريت منها حاجه يعني. المهم لو نرجع هنا هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان مفيش اي حاجه اتغيرت، ولا كاننا عملنا اي حاجه. فممكن يعني ايه؟ ممكن نسيبها زي ما هي كده دلوقتي لحد بس ما نحط فيها شويه كونتنت، ومن الكونتنت هيبدا يفهم الدنيا ماشيه ازاي. فسيب الايرور ده زي ما هو كده. تمام، هو ايرور مش هيوقف الكود انه يشتغل يعني. اوكي، فاحنا بنعمل ايه بعد كده؟ بعد ما نجنريت البوست يعني وبعدين البوست بتاعتنا، بناخد الايه الداتا بتاعت البيج دي، بنعمل ايه؟ بنعرضها، نعرض البوست اللي فيها، نقول له بيج دوت داتا نماب عليه كبوست ويعرضه لي كبوست زي ما احنا شايفين. تمام. اوكي. وناخد اليو ار الز اللي هي سوري اللي هي النكست والبريفيوس، وهل في صفحه جايه ومفيش صفحه جايه وبتاع، والداتا بتاعت الباجينيشن دي كلها نديها ايه لكومبوننت الباجينيشن. تمام. هل احنا محتاجين نعدل حاجه في البوست؟ احنا محتاجين نعدل حاجه في البوست. البوست ده معمول على البوست العاديه. بوست الايه العاديه، انا عايز ازود فيه تكه. ايه هي التكه دي؟ لا احنا مش عايزين نزود تكه يعني. اقول لك احنا نزود تكه فين. تمام، الصفحه دي اللي هي اللي بتعرض كل الايه الكونتنت اللي هي دي. تمام، دي مش عايزين نزود فيه اي حاجه، دي زي ما هي كده جميله وكل حاجه. ممكن بس نزود اسم الاوثر مثلا. ف انا ممكن اجي هنا اروح على البوست. تمام، بوست كومبوننت. لكن احنا محتاجين بوست كومبوننت مختلف. فتعالى نيجي على البوست كومبوننت. ادي البوست اهو. هو فين اهو. عايز اقول له كده انا عملت منه كوبي. الكوبي دي هنسميها translated post. بوست اهو دوت استر. تمام. هيفرق عنه اي حاجه؟ مش هيفرق عنه اي حاجه. هنيجي بس تحت الانترو هنا.
تمام، او جنب التاج يعني ايوه هنا كده نعمل ايه، نعمل بي تاج. البي تاج ده هيبقى عباره عن ايه، هيبقى عباره عن بوست داتا دوت داتا دوت اوثر دوت نيم. تمام، لو نيجي نبص كده مش هتلاحظ ان اي حاجه، احنا التعديلات دي لسه ايه ما ظهرتش منها. تمام. اوكي، احنا قلنا ان كل الكلام ده مكتوب تايب سكريبت، صح الكلام، بس في يعني عشان التايب سكريبت يشتغل لازم انا اقول له او اعرفه البروبس بتاعتي عباره عن ايه. فانا بما ان انا عارف ان انا جاي لي هنا بوست داتا، فانا ممكن اعمل بكل بساطه انترفيس. الانترفيس دي اسمها بروبس، لازم يبقى اسمها بروبس عشان يعني يكاتش التايب بتاعتها لوحده. فالانترفيس اسمها بروبس دي بتاخد ايه، بتاخد حاجه اسمها بوست داتا، ده له تايب، وبتاخد حاجه اسمها ايه، اسمها نم ليها تايب. تمام، النم ده عباره عن ايه، النم ده اللي هو ترتيبه، ترتيب البوست وسط البوستات، فده بيبقى نمبر، ده مش محتاجه فقاقه يعني. تمام. طب وده مثلا هنحطه اني دلوقتي لحد ما نعرف التايب بتاعه ايه. تمام. هو كده تلقائي لما يشوف ان انا عندي انترفيس اسمها بروبس، تلقائي مثلا لو جيت على نم ده دلوقتي هتلاقي ايه، هتلاقي عارف ان هو نمبر، بس هو ايه جهاز تلات حبتين 3 4. فتعالى كده نرجع مثلا للبلوج بتاعتنا، مش البلوج دي، نرجع للبيج بتاعتنا البلوج، نعرف الايه البوست داتا اللي داخل ده عباره عن ايه. لو تبص كده على البوست داتا اللي داخل هتلاقيه عباره عن هو بالمنظر ده، عباره عن ايه، عباره عن حاجه اسمها، لا اله الا الله، عباره عن حاجه اسمها كوليكشن انتري. تمام، كوليكشن انتري وبقول له من انهي كوليكشن. فانا هرجع للايه، للكومبوننت اللي احنا كنا عاملينه من شويه. تمام، واقول له ان هو ايه، ان هو عباره عن كوليكشن انتري من انهي كوليكشن، من الكوليكشن بتاعي اللي اسمه، مم، اللي اسمه ترانزليتد بوستس. هو انا بس بديله اسم الكوليكشن، هو تلقائي يقدر يجيب الايه التايبس بتاعته. طبعا هو هيعترض لان هو مش لاقي التايب اللي اسمه كوليكشن انتري. فلو قلنا له كده ايه اوتو امبورت، مش هي اوتو امبورت، فاحنا نروح عاملين له امبورت بايدينا، نقول له امبورت تايب اسمه collection entry، نقول له from ايه، from ASCII. تمام، كده جبنا التايب. برضه ممكن يعترض عليها شويه لان هو لسه مش فاهم الكوليكشن بتاعنا قوي يعني، بس مشيها دلوقتي. تمام، مشيها وايه، وهنكمل على نفسنا كده. المهم يعني الترانزليتد بوست بتاعنا، ليه كوليكشن انتري مش عاجبك؟ لحظه كده، هو مش عاجبه لان هو بيجي من استرو كونتنت. كده هيفهموا صح المفروض يعني، اهو كده فهموا صح. تمام، ودلوقتي فهم ان ايه، ان نص الحاجات دي مش موجوده. تمام، ليه، لان هو يعني ستيل مش فاهم قوي الكوليكشن بتاعنا، مش فاهم الحاجات دي عباره عن ايه. فاحنا دلوقتي هنقول لك ان هنعمل تريكايه زي كده، ان احنا ناخد الكلام ده نشيله دلوقتي ونعمله ايه، اني، عشان ما يديناش اي تايب ايرورز. تمام، لحد ما ايه الدنيا تسلك شويه بس كده، لحد ما نبدا نكتب ايه البوستات بتاعتنا وكده. تمام، عشان بس ما نعطلش الدنيا. تمام. طيب كده معانا الترانزيت بوست، انا زودت ايه حته صغيره كده، سميت حطيت فيها الايه الاوثر نيم. و لحظه كده بس، هنفتح السكيما، انا عايز اتاكد من حاجه، اشوف الاوثر عنده نيم فعلا. الاوثر عنده حاجه اسمها ديسبلاي نيم مش نيم، دي اللي انا كنت عايز ايه اتشيك عليها. فهنقول له اوثر دوت ديسبلاي نيم. تمام، او ممكن حتى يعني هنتصرف فيها لما نيجي نشغلها هنا. تمام. تمام، كده عملنا يعني نص الايه الباث. فتعالى نشوف النص التاني من الباث. ايه هو النص التاني من الباث؟ ببلش ديت مان، ما ملوش معنى. ده كده عملنا ايه، ده زي ما بتقول كده ايه نص الباث. ده الباث اللي بيعرض الايه الترانزيت بوست كلها. تمام. تمام. طيب الباث التاني اللي بيعرض لي اللي هو البوست اللي لوحده، تمام، ده برضه هيبقى نفس الفكره، هيبقى بيجيت الكوليكشن من ترانزليتد اندرسكور بوست. تمام، بيجيبه وبعدين ايه يحولوا البارامز وبروبس، وبعدين يجي هنا البارام والبروب يحولها لايه، لحاجه اسمها ترانزليتد بوست. تمام، ويرندر الكونتنت. هيرندره ازاي، يطلع منه الكونتنت وبعدين ايه، ويجيب الاوثر ويرندر الكلام ده كله. تمام، نفس اليو اي بالظبط، ما فيهوش اي اختلافات يعني. تمام، هو بس الفكره ان هو ايه مش عارف الداتا بتاعتنا. فاحنا عشان نعرفه الداتا بتاعتنا، عشان ايه نشيل الايرور السخيف ده، ممكن نعمل ايه، ممكن نجيب بوست من بتوعنا من البلوجز بتاعتنا اللي هو مثلا ده، ناخده كده كوبي ونحطه كترانزليت بوست. تمام.
هل هو كده تمام مظبوط؟ لا، هو كده مش تمام مظبوط، هو كده ناقصه حاجه. ناقصه ايه؟ ناقصه ان انا بس اديله يو ار ال. فاحنا ممكن نفتح البراوزر، نروح على لينكدين، نروح على لينكدين، نجيب ايه؟ نجيب لينك البوست ده ايه، نحطه كاليو ار ال بتاعه. فاهو وصلنا للايه، للبوست، هات لي اللينك. تمام. ارجع على الكود، هنزود عليه حاجه اسمها اوريجينال يو ار ال، نقول له ان هي ايه، ان هي السترنج اللذيذ اللي انت شايفه قدامك. تمام. نفس الصورة، نفس كل الكلام، الاوثر بتاعنا اسمه اياد، كل حاجة زي ما هي، انا بس حطيت ايه كده. تمام. دلوقتي وريني كده ترانزليت بوست. لاحظ ان الايرورز كلها فجأة راحت، لان هو فهم من الحاجة اللي انا حاططها، فهم ايه، فهم التايبس وفهم الدنيا كلها بتاعته. تمام. تمام. فنيجي هنا نشوف هل الدنيا كلها تمام. الدنيا كلها تمام، الدنيا كلها تمام. انا بس انا عايز ازود اي حاجة؟ مش هزود اي حاجة، انا بس عايز ازود فين فين قبل الكونتنت. قبل الكونتنت هنا بالظبط، حاجة هنا ازود ايه، احط لك بي تاج كده. البي تاج ده هحط فيه، انا قلت بي تاج، تمام، بي تاج اتحط. تمام. البي تاج ده انا عايز احط فيه، انا عايز احط فيه هي اسمها انتري، صح؟ انتري دوت داتا دوت، انا عايز احط الايه، اوريجينال يو ار ال. تمام. فقط ده اللي انا عايز اعمله. تمام. في اي مشكلة تانية؟ ما فيش اي مشكلة، احنا كده ايه، زي الفل، 100 فل. فاضل حاجة واحدة، إن إحنا نروح على النافيجيشن كومبوننت بتاعنا، نزود فيه زي ما إحنا عندنا إيه، زي ما إحنا عندنا حتة المقالات، نزود فيه حتة تانية نسميها المقالات المترجمة. تمام. ودي مش هتودي على سلاش بلوج، هتودي على سلاش ترانزليتد بوستس. تمام. ترانزليتد إيه، بوستس. جميل. جميل. بعد كده نرجع نبص على الابلكيشن بتاعنا، نشوف وصلنا فيه. اوكي، دي مش البرودكشن ده، قصدي ده البرودكشن. احنا عايزين نجيب الديفلوبمنت، فاحنا نفتح كده نقول له npm run dev. ادي الديفلوبمنت سيرفر اشتغل، رن يا كود. وريني كده الايه، سوري، وريني كده النتيجة. تبص كده على الويب سايت، لان احنا عندنا حته اسمها المقالات المترجمه، تخش تلاقي بتوديك على ترانزليتد بوست، وتلاقي فيها البوست اللي انت ايه، اللي انت عامله. تمام. تمام. فين الاسم بتاع الاوثر؟ الاسم بتاع الاوثر مش موجود، لان احنا استعملنا الكومبوننت الغلط. لو نرجع كده على بيج، نقول له انا مش عايز بوست، انا عايز ترانزليتد بوست. وتلاقيه عمل لها ايه، امبورت. هل هو عمل لها import؟ ما عملهاش امبورت، فاحنا نمبورتها احنا. نقول له انا عايز امبورت ايه، حاجه اسمها ترانزليتد بوست. ترانزليتد بوست ده هيمبورته من components slash blog slash translated ايه post دوت است. تمام كده، الايه، جبنا الكومبوننت. الدنيا اشتغل زي الفل. تمام. انا قلت الدنيا هتشتغل زي الفل، هو لسه في مشكله ليه؟ تعالى بس نتاكد ان انا يعني عملت اسم الكومبوننت صح، هو المفروض ده اسمه صح. تمام. نرجع كده نلاقي ان هي ايه، تمام. عايزين بس نرجع نتاكد هل انا حطيت اسم الاوثر صح. تعالى كده نخش على الفايل عندي اهو. تمام. دي مش هتشتغل لان الاوثر هنا، يعني الاوثر الاوبجكت بتاعه مبقاش موجود، لازم اجيب الاوثر لوحده. فانا هقول لها ان انت زي ما بتاخدي البوست داتا، انت تعالى كده بس نجرب حاجه، نجرب المنظر ده كده، هتلاقي ايه، شغاله تمام، ما بتعطل. كنت لسه اقول لك شغاله تمام، ما بتعطلش. تمام. بوست داتا دوت تايتل، في بيقول لك التايتل مش شغال. تمام، دي مش شغاله، دي احنا عارفين انها مش شغاله. التايتل مش عاجبك ليه بقى؟ هو ايه التايتل ده اصلا؟ التايتل اللي هو مم. يا عم خلينا السلايد، مش فارقه كتير. التايتل ده تقريبا حاجه يعني بيلت ان، حاجه استرو هي اللي بتحطها على الحاجه دي. تمام. لان انا مش فاكر ان احنا عاملينها في السكيما بتاعتنا. فلو نيجي كده نبص على السكيما بتاعتنا، السكيما بتاعتنا هل احنا عاملين حاجه اسمها تايتل؟ احنا عاملين تايتل للايه، المفروض ان عليها تايتل فعلا. امم
يبقى كده تبقى داتا دوت تايتل مش تايتل. تمام. فنرجع على translated post نقول لها انت عايزه داتا دوت تايتل وهتشتغل. طب بالنسبه للاوثر، الاوثر لازم اقول لها انك هتاخدي الاوثر، لان يعني ما اقدرش اعمل زي لود للاوثر على الاوبجكت بتاع البوست داتا، لازم اجيبه لوحده. فانا هقول لها انت هتاخدي حاجه اسمها ايه، اسمها اوثر داتا. اوثر داتا دي هتبقى او اوثر عامه يعني هيبقى برضه نفس الكلام، هيبقى كوليكشن، هيبقى كوليكشن انتري. من انهي كوليكشن؟ من الكوليكشن اللي اسمها اوثر. تمام. تمام. طيب بما ان انا بستخدمها كده واجي هنا ما بديهاش الايه الكوليكشن او الاوثر بتاعنا، فهتلاقيها بتعترض. تمام. هتلاقيها بتعترض اهو، بص لسه بتقول لك انا بعترض انا مش واخده اوثر. فاجيب لها الاوثر ده منين؟ اجيب لها الاوثر منين؟ امم اجيب لها الاوثر منين؟ حقيقة انا نسيت بنجيب لها الاوثر منين. لحظه كده خلينا نفتكر. ممكن بكل بساطه، اخش على الترانزليتد بوست هنا، بدل ما اقول لها انت بتاخدي الاوثر من بره، نخليها هي اللي بتكري الاوثر لنفسها. هتقول لي هتعمل كده ازاي؟ هقول لك ان انا بكل بساطه حاجه هنا اقول لها انا عندي كونست حاجه اسمها اوثر. الاوثر ده هيبقى عباره عن جيت اني. تمام. جيت انتري دي زي جيت كوليكشن بس بتجيب لك حاجه واحده. تمام. اوكي. جيت انتري انهي انتري بالظبط؟ احنا الحاجه دي كنا عاملينها قبل كده، يعني كانت موجوده في الكود قبل كده، ان انا بقول لها انا عايز جيت انتري معينه. جيت انتري معينه منين؟ هقول لها انا عايز جيت انتري من من الكوليكشن اللي اسمه اوثر. تمام. على اساس البوست ايه؟ على اساس البوست داتا. تمام. حاجه زي كده. لو نيجي كده نبص في الصفحه اللي بتعمل لك اهي الصفحه دي، لو نيجي كده نبص في الصفحه اللي بتعمل يعني البوستات لوحدها، فهي بتعمل كده اهو. بص اقول لك انا عايز جيت انتري الاوثر عن طريق ازاي؟ عن طريق ان انا اقول له هات لي الاوثر بتاع الايه ده. تمام اهو، يعني الريفرنس بتاعه ده. فدي اللي احنا عايزين نعملها بالظبط. هات لي السطر ده كله كده ناخده كوبي بيست. تمام. بدل ما نتعب نفسنا انا عايز ايه اعمل كده. تمام. هو الطريقه الثانيه دي كانت حاجه ثانيه تقريبا، ان انا اقول له ويت هات لي كوليكشن مش عارف ما كانش اسمها جيت انتري، كان اسمها حاجه ثانيه. هنفتكرها يعني موجوده في الدوكس. تمام. طب بتقول له طبعا انا مش عارف ايه جيت انتري اللي انت بتقول لي عليها دي، فانا ممكن اقول له هات لي الامبورت بتاعها برده. هات لي الامبورت بتاعها من هنا كده. تمام. اقول له انا عايز ايه؟ انا عايزك تجيب الانتري بتاعت الاوثر. تمام. طيب كده جبنا الاوثر، اقدر دلوقتي اجي تحت بدل ما انا اقول له ايه كده، اقدر اقول له على طول author دوت داتا دوت display name. تمام. طيب كده فيها اي مشكله؟ هي بس لما ايه، لما تايب سكريبت تحل الايرورز بتاعتها مش هتلاقي فيها اي مشكله خالص. تمام. هي ما اسمهاش انتري، هي اسمها بوست داتا. طب كده في عندنا اي مشكله؟ ما عندناش اي مشكله المفروض يعني. فانا المفروض لما ارجع على البوست بتاعي هنا وادي له واحده ريفرش كده، الاقي ايه؟ الاقي ان اسم الاوثر بتاعي مكتوب تحت. الله عليك. تمام. تمام كده احنا ايه، احنا تقريبا عملنا اللي احنا عايزينه كله كيو اي. ان احنا عندنا كوليكشن في البوستات بتاعتنا، عندنا الدنيا مكتوبه هنا. تمام. عندنا الايه الصفحات بتاعتنا، ناقص بس ان انا اقول له لينك الايه المقال الاصلي. لينك المقال الاصلي هنحطها له ازاي؟ هنقول له روح على الصفحه. تعالى بس نقفل كل ده. نقفل كل ده نقول له ايه، نروح على الصفحه بتاعت الترانزليتد بوست اللي بتعرض لك المقال الوحيد لوحده. تمام. نيجي هنا نقول له انا عايزك تعرض لي ايه انتري دوت داتا دوت اوريجينال يو ار ال. المفروض كاتبينها هنا. تمام. بنعرضها فين؟ بنعرضها قبل الكونتنت تحت الصوره. هل هي بتتعرض؟ ما بتتعرضش. ما بتتعرضش ليه؟ تعالى نحاول نعرف. هل انا مثلا ما بديهالوش صح مثلا ولا حاجه؟ طيب انا اكتشفت سبب هو ليه مش ظاهر. لان يعني بص كده الحركه اللي بتحصل دي، انا دلوقتي فاتح مقالات مترجمه اهو. فانا على ترانزليت بوست لما افتح اي بوست بتلاقيه نقلني على فين؟ على بلوج سلاش كذا. فدي بتفتح لي البلوج ما بتفتحليش الترانزليتد بلوج. فاحنا تعالى نشوف مين اصلا اللينك اللي بينقل. اللينك اللي هتلاقيه مثلا هنا اهو. هتلاقيه على ترانزليتد بوست. هتلاقي ان فيها حرف ايه اهو، ايه بيودي على بلوج. لا انا عايز ترانزليتد بوست سلاش عشان يودينا على المكان الصح. فتعالى كده نجرب. لو رجعنا كده باك على ترانزليتد بوست وريني كده، اديني ريفرش اتاكد بس انها شغاله. افتح. لسه بترجع في نفس المكان الايه الغلط. طيب يا شباب، اتضح ان المشكله ان انا يعني ما خدتش بالي ان في اتنين لينكس. في عندنا لينك يعني للكلمه اللي انا بدوس عليها، وفي لينك اللي بدوس على الصوره. يعني مثلا لو تبص كده ده لينك لوحده وده لينك ايه لوحده. فاللينك ده اتحل انه بقى ترانزليتد بوست، والمفروض ان اللينك التاني يبقى هو كمان ايه ترانزليتد بوست. فلو نيجي نبص كده ويرد. المهم تعالى نفتحها من هنا وخلاص.
لو دخلنا عليها من هنا هتلاقي ان لينك المقال الاصلي اهو، تمام، ظهرت عادي جدا والمقال ذات نفسه موجود. طيب اوكي، في بقى مشكله في لينك المقال الاصلي عايزين نظبطها شويه كده، شويتين 3 4، الا وهي ان احنا نعمل فيها ايه، ان احنا نخليها تبان كلينك، يعني احنا نخليها تبان كلينك. لو نيجي هنا هنقول ان انا عايز اقول له ايه، لينك المقال الاصلي، تمام، واجي اخد الحته دي كده احطها في اي تاج، تمام، نحطها هنا عشان يبان ان هو ايه، لينك. فاهي اشتغلت، بس يعني ممكن نعمل حركه ألذ كمان، ان احنا نعمل ايه ان احنا يعني نشيل ده، نشيل ده ونشيل ده ونشيل الديفاية، نخليها الاي تاج بس، الاي تاج نخلي التكست اللي جواه لينك المقال الاصلي، ونخلي الاتش ريف بتاعه هو الايه، اللينك اللي احنا جبناه. اتش ريف بيساوي البتاع ده، تمام. مم. عشان بس يبقى حجمه كله ايه، كل مره زي بعض، تمام. بسم الله كده نيجي نبص. خير، اللهم اجعله خير. مين مزعلك؟ هل فيها اي مشكله؟ مفيهاش اي حاجه. ارجع بس كده اعمل ريفرش واستهدى بالله. بقى عندنا ده لينك الايه، المقال الاصلي. لو دوست عليه كده بالسكرول سكرول ويل او السكرول بار يعني، هيودينا على ايه، على لينكد ان، على لينك المقال بالفعل، تمام. تمام. هل كان في حاجه صعبه؟ مفيش اي حاجه صعبه. دلوقتي بقى نيجي بقى للجزء التاني او النص التاني من الموضوع ده. الموضوع ده ايه، ان اول حاجه احنا عايزين نبوش الكلام ده كله على جيت هاب عشان يبقى يعني ظاهر لكل الناس، تمام. تعالى كده نعمله كده. هتبوش ولا هتزعل؟ لا هيبوش، تمام زي الفل. اوكي. اوكي كده احنا عملنا يعني ايه، عملنا اليو اي. فاضل بقى ان احنا نخلي او نوفر للناس طريقه ان هم ايه، يرفعوا بوستات. فاحنا عشان نعمل الكلام ده عايزين نعمل ايه، نجيب شويه داتا. الداتا دي هنجيبها منين؟ تعالى كده نفتح فايلات المشروع. فين فايلات المشروع؟ طب عايزين نعمل كده زي ما بتقول كده ايه، شويه فايلات هنا. الفايلات دي بتبقى بوست جديد، كاني عامل بوست جديد. هنعملها ازاي؟ هنعملها مثلا ان انا هجيب طيب بسم الله. لو فتحنا السورس كده، لو فتحنا السورس، فتحنا فولدر الكونتنت، فولدر البلوجز، هتلاقي ان انا عامل مارك داون فايل. ده كان بوست تاني، فهناخده هو تمام. هات لي كده البلوج. كان عندي ايه، كان عندي بوست اسمه ايه هي الاميونيتابيلتي. فاحنا ممكن ناخده كده نعمل له ايه، كنترول سي كنترول في كده، كأن انا عندي زي ما بتقول كده بوست جديد، تمام. البوست ده احنا ده اللي احنا هنجرب بيه يعني. هل هو اتنسخ بره ولا ايه؟ راح فين؟ وينه؟ تعالى كده نشوف لك. هو اتنقل هنا. تعالى نجيبه هنا بس كده. ده كده ايه، معانا البوست، تمام. البوست بيعوز له صورة، فاحنا تعالى نجيب ايه، تعالى نجيب اي صورة من النت. يعني مثلا عندي صورة استرو، دي صورة حلوة، تعالى نجيبها، تمام. البوست كذلك بيعوز له اوثر. الاوثر ده بيبقى فايل جيسون. فتعالى مثلا نعمل فايل اوثر جديد عشان يبان بس ان في ايه فرق ما بين الاثنين. قلت لي ده كنترول سي، ارميه بره، كنترول في، تمام. فين ادي الفايل اهو، تمام. وتعالى نعمل ايه، وتعالى نغير اسمه، نسميه مثلا ايه، نسميه حمصة، حمصة دوت جيسون. وحمصة دوت جيسون ده ايه، نفتحه كده، نقول اوبن ويز نوت باد. عايز اعمل فيه، عايز اغير فيه شويه حاجات كده عشان يبان بس ان هو ايه، ان هو كده. فانا مثلا ايه، انا هديله ديسبلاي نيم مختلف، هسميه مثلا هنا ايه، حماسة ذا ديفلوبر، تمام. الصورة بتاعته عايزين نحط له صورة تانية، نجيب له صورة تانية منين؟ عندي صورة روعة للموضوع ده. فبس يفتح فايل اكسبلورر تاني. هينط فين المرة دي؟ اهو، عندي صورة فين هنا. يلا بقى يا تقل امك، تمام. الصورة الايه الفشيخة دي، هي بس تظهر بس، اللي ده. انا عايز الصورة دي كده، تمام. يا استقلان، تقلان يعني. بس كده شكرا، أنا مش عايزين حاجة منك تاني. ادي الصورة اهي. الصورة اسمها ايه، اسمها ايا كان، هنغيرها نسميها ايه، نسميها حماصة هي كمان، حماصة. ونقول له ان انت الصورة بتاعتك هتبقى في الاوثرز، فين، في صورة اسمها حماصة دوت بي ان جي، تمام. البيوجرافي بتاعك هيبقى ايه، هيبقى ديفولوبر وستريمر، تمام. ويبقى ده الالتر ايجو بتاعي لما اطلع ستريمر، تمام.
هنسيف الكلام ده ويبقى معانا كده ايه، معانا كده بوست. البوست ده معاه صورة ومعانا الاوثر، فايلات الاوثر بتاعتنا، وممكن مثلا نفتح نجيب من على النت، يعني مش محتاجين حتى نجيب الايه، نجيب لينك تاني، يعني ممكن نجيب نفس اللينك وخلاص. اللي هو نفتح كده، هات لي ايه، هات لي تمام. لو نجيب كده نكتب، انا عايز بس اجيب نفس اللينك وخلاص، بحيث يعني ايه، مش هنا. هتلاقي لينك، يعني هات لي مثلا اللينك ده، يبقى هو ده لينك الايه، لينك البوست. تمام، هنسيبه عندي كده. فدي كده فايلات ايه، فايلات مشروع جديد. احنا بقى مش عايزين نرفعها من الفايل سيستم من هنا، عايزين نرفعها يعني كأن واحد جاي غريب، ما يعني مش انا يعني مش انا، يعني حد غيري هو اللي يرفع الكلام ده. فهنعمل الكلام ده ازاي؟ نعمل الكلام ده ان احنا نفتح البراوزر، نجيب البراوزر بتاعنا. تمام، البراوزر بتاعنا انا هفتح ايه، كنترول شيفت ان، عشان نفتح كاننا يعني شخص مختلف او براوزر مختلف. هنفتح ايه، جيت هاب. تمام، الكلام ده انا بعمله ليه، الكلام ده انا بعمله عشان يعني ابين ان انا يعني ايه، لو حد مش انا جه يرفع الكلام ده. فتعالى نقول له انا عايز اعمل ساين ان. انا عملت كده اكونت تيست، اسمه ايه، اسمه اياد تيست اكونت، وعملت له باسورد. يلا بسم الله اهو. تمام، ده الايه، ده يعني جيت هاب بتاع واحد جديد بقى، واحد ما يعرفش ايه خالص. تمام، فاحنا هنعمل ايه، هنيجي هنا نسيرش، او مش هنيجي هنا نسيرش، هناخد اللينك بتاع الايه، هناخد اللينك بتاع الريبو، بتاع الريبو بتاعت اياد اللي هو حاطط عليها الكلام ده. فين اللينك ده، اللينك ده اهو. تمام، هنيجي نفتحه من عند المتصفح التاني بتاعنا، نيجي نفتح كده، نقول له ايه، نقول له خد من الناس، احنا عايزين الايه، الريبو دي. فتمام، فتحها لي بس ايه بالاكونت التاني بتاعي. فانا دي الريبو بتاعتي، انا شايف فيها كل الفايلات، شايف فيها كل حاجه. انا عايز بقى اقول له انا عايز اضيف في الريبو دي، عايز اضيف ايه، بوست جديد. تمام، البوست الجديد اللي انا هضيفه فين، البوست الجديد اللي انا هضيفه احنا مظبطينه هنا ايه بره. تمام، احنا عاملين البوست بتاعنا اهو، بس عايزين نعدل فيه حاجه بسيطه خالص. ايه اللي عايزين نعدله فيه، عايزين نقوله ان الاوثر بتاعك حماسه، وان الصوره بتاعتك هيبقى اسمها ايه، هيبقى اسمها 4 دوت بي ان جي، وهتبقى في فولدر اسمه translated posts سلاش 4 سلاش اي بي ان جي. تمام، نعمل الكلام ده ليه، نعمل الكلام ده عشان انت لما تيجي ترفع فايلاتك تعرف تعملها ازاي. فنيجي كده نفتح السورس. تمام، نيجي كده على الايه، على الاسيتس، على الاوثرز. تمام، نقول له ان انا عايز ابلود فايل جديد. ابلود انهي فايل، انا عايز ابلود صورة حماسة. تمام، ونقول له كوميت. تمام، كده رفعنا ايه، خير خير اللهم اجعله خير، كنت شغال كونتينيو. تمام، حصل خير، هو شغال زي ما هو. تمام، نفتح تاني السورس، نفتح الاسيتس تاني، ان انا عندي في البلوجز عندي ايه، صورة اسمها ايه، 4. استنى، احنا كنا قايلين الصورة فين، كنا قايلين ان الصورة هتبقى في حاجة اسمها translated posts. يعني تعالى مثلا نعمل ايه، نعمل فولدر جديد. يلا نعمل كده، الفولدرات بتترمي في حتة غريبة كده لوحدها. انا عايز اسميه translated posts. انا بس عايز اتأكد من التكست اللي احنا كاتبينه، اسمه translated underscore posts. فاحنا كده ايه، هاتوا سميهولي translated underscore posts اهو كده. translated post ده هحط فيه الصورة دي. تمام، كده اتحطت جواه. عايز اقول له بقى ايه، upload. upload اهو، خد upload. تمام، هو translated post رقم 4. تمام، commit changes، كده بقى عنده الايه، الفولدر ده. تمام، فاضل بس ان احنا نرفع الايه، الاكشوال كونتنت بقى، ان احنا نيجي على السورس، نيجي نقول له على الكونتنت، اقول له ان انا عندي translated post جديد. افتح كده upload فايل. فين هو الفايل اهو. طبعا انت لو بتعمل الكلام ده كله بالسي ال اي، انك مثلا بتاخد الفورك دي عندك تفتحها على الجهاز، تحط الحاجات دي كلها، وبعدين جيت اد، جيت كوميت، جيت بوش، هيبقى اسرع. بس انا بوريك ابسط صوره ممكنه. تمام، انك لو ما تعرفش تعمل مع السي ال اي تقدر تعملها بهذه الطريقه. تمام، انا عامه ما بتعاملش مع الكلام ده مع جيت هاب ديسك، مع جيت هاب اللي هو البراوزر او الديسكتوب او كده. انا غالبا بتعامل عن طريق السي ال اي، فانا تلاقي في حاجات مش عارفها قوي، بس ما علينا، انا بنجيب برضو ابسط شكل ممكن. فاضل ايه تاني، فاضل نيجي نفتح الكونتنت، نجيب الاوثر. عندنا اياد، عايزين نزود اوثر كمان، نقول له ايه، كريت نيو فايل. لا مش كريت نيو فايل، ارجع باك، كنسل. اوكي، انا عايز ابلود نيو فايل، اللي هو فايل بتاع ايه، بتاع حماسه. تمام، وخلاص اترفع، نقول له كوميت.
changes. تمام. تمام. كده بيقول لك ان احنا 4 commits ahead. 4 commits ahead ليه؟ ان انا رفعت 4 حاجات، عملت 4 commits اللي هو الصوره والبوست والاوثر وصوره الايه البوست. فانا عايز اقول له sync الكلام ده ازاي، او عايز اقول يعني عايز اربط الحاجتين دول ببعض، اربطهم ببعض ازاي؟ هتلاحظ ان انا عندي زرار هنا اسمه contribute ده بيقول لك يعني ايه ارفع الحاجات. ارفعها ازاي؟ ارفعها ان انا اعمل pull request او open a pull request. فهيقول لك هنا انا بعمل pull request ما بين مين ومين؟ ما بين الريبوزيتوري اللي اسمها اللي على اللي على الحساب بتاع اياد اللي هي ماي بلوج المين برانش، مع الريبوزيتوري اللي على حسابي انا دلوقتي الايه المين برانش بتاعته. عايز اقول لك مثلا added a new translated ايه بوست. تمام. ممكن اكتب لها شويه ديسكريبشن، ممكن احط صور، ممكن اقعد يعني اشرح له انا عملت ايه وخليت ايه وسويت ايه. تمام. ودي الكوميتس اللي انا عملتها في البول ريكوست ده. واقول له ايه؟ اقول له كرييت بول ريكوست. تمام. هنكريت بول ريكوست. تمام. بعد ما كريتنا بول ريكوست، هل الحاجات دي هتترفع على طول؟ لا، انا رابط الريبو بتاعتي على فيرسل، ففيرسل بتتشيك ان الريبو بتاعتي بتبيلد الاول قبل ما ترفعها. تمام. فاول حاجه بتتشيك هل في كونفليكس. لا، مفيش كونفليكس. انا مثلا ما مسحتش حاجه، ما غيرتش فايلات بشكل معين وبتاع. تمام. بعد ما تشيك ان في مفيش كونفليكس او كده، بتجرب تبيلد الكود ده، تشوف هل الكود بيبيلد ولا فيه مشاكل. لان لو في مشاكل هقول لك ارجع اهو بص، يعني الكود فيه مشاكل. تعال نشوف كده المشاكل فين. انسبكت، وريني فين المشاكل. هنفتحها من على الداشبورد بتاعت فيرسيل. هيقول لك مثلا ايرور ان انا مثلا رافع بوست، البوست ده ملوش اوثر مثلا طبعا يعني هو ممكن يقول لك تمام، بس انت انت مالكش اي ايه تشيك. فممكن نفتحها من الاكونت التاني. فين الاكونت التاني اهو؟ لا ده مش الاكونت التاني اهو. لو انا جيت بصيت على جيت هاب عندي هنا، تمام، بصيت على الكود هنا، او مش الكود، على البول ريكويست. عايز ابص على البول ريكويست، هتلاقي ان انا عندي بول ريكويست موجوده، بول ريكويست مفتوحه اهي. تمام. نبص كده نلاقي ان انا عندي اد ترانزليتد بوست فشلت. فتعال نشوف هي فشلت ليه. انسبكت كده، هي فشلت ليه. ده بقى يفتحها على فيرسيل، بس انا فيرسيل انا هعمل لوجد ان، ده الاكونت بتاعي، فهقدر اشوفها بكل سهوله يعني. تمام. لكن نشوف ايه المشكله. لو تبص عندك كده، بيقول لك ان احنا البوست اللي احنا رفعناه مش بيماتش السكيم اللي احنا عاملينها، ناقصه اوريجينال يو ار ال. تمام. ده شيء كويس جدا، ده شيء كويس جدا، عشان ده بيضمن ان احنا الفايلات كل اللي بنرفعها كلها يبقى كلها نفس الشكل. فنجيب البتاع بتاعنا ده، نقول له ان هو عنده حاجه اسمها اوريجينال يو ار ال. هيبقى عباره عن ايه؟ احنا كان في كده يو ار ال احنا كنا واخدينه، اللي هو مثلا ده، خلينا هو الاوريجينال يو ار ال بتاعه. تمام كده. فانا ارجع ايه؟ طيب دلوقتي انا البول ريكوست بتاعي فيه مشكله، فانا ارجع ايه؟ ارجع على الكود بتاعي، اروح على الفايل اللي فيه مشكله اعدله، او ارفع فايل غيره. سوري، هنا في الريبو الغلط. سوري. ممكن نفتح كده، نجيب الريبوزيتوريز بتاعتنا، بتاعت الاكونت ده يعني. نقول له هات الماي بلوج دي وباين انها 4K. تمام. افتح لي السورس، افتح لي الكونتنت، افتح لي الترانزليتد بوستس، افتح لي مش عارف ايه ده. تمام. ده ممكن اعمل فيه ايه؟ لاحظ جايب لي الميتا داتا بشكل لذيذ ظريف جميل كده. ممكن اقول له لا، انا عايز اديت الفايل ده، اديت الفايل ده، اديت فيه ايه؟ اقول له شايف السطر اللي انا زودته هنا ده، اللي هو السطر ده كله، هاته كنترول سي، ارزع كنترول في. تمام. كوميت تشينجز، كوميت تشينجز زي الفل. بعد ما كوميت تشينجز كده بقى معايا كوميت جديد، اقدر ايه؟ اقدر اروح على البول ريكوست بتاعتي. تمام. او اشوف يعني ايه هتلاقي ظاهر لي نفس الزرار اللي هو الكونتريبيوت. وريني كده، اقول له اوبن بول ريكوست جديده. هو المفروض في العادي ان انا اقدر زي ابديت البول ريكوست بتاعتي، او مثلا هنا اهو ممكن اقول له فيو البول ريكوست دي اللي هي القديمه دي، مش عارف ايه مالها. او ممكن اقول له مثلا هنا ايه، في العادي ممكن اقول له مثلا انا عملت ابديت او انا زودت حاجه، بس انا مش متاكد بالظبط ده بيتعمل منين. فممكن ايه ناخد بصه كده ونقول لكم. طيب يا شباب، بعد ما عدلنا المشاكل اللي كانت في البول ريكوست عندنا، كان عندنا مثلا ايه، مش عارف بوست ناقصه حاجه، في اسم حاجه غلط بتاع. فنفس الكلام هنيجي على كونتريبيوت تاني، نقول له يلا افتح بول ريكوست تاني. تمام. نصيحه بس قبل ما تقعد تعمل بول ريكوستات كتير، جرب انك تشوف يعني ايه، جرب انك تجرب الكود عندك الاول. لو لقيته تمام عندك وبيبيلد تمام، ارفعه، اعمل بول ريكوست. لقيته مش بيبيلد عندك، يبقى ايه؟ يبقى انت كده عندك مشكله. وما يفضلش انك تفضل تعمل بول ريكوست كتير. تمام. نيجي نبص على البول ريكوست بتاعنا.
تمام. البول ريكوست بتاعنا هو اصلا كان ايه، كان فيه مشكله، فاحنا قلنا له هو كان فيه مشكله بس احنا قلنا له ايه، عملنا كده فيكس في النص اهو. تمام. ففيرسيل جرب الكود، تمام، رفعه، قال لك كل التشيكس بتاعتي، ان هو ما بيعملش اي كونفليكت، وان هو ايه بيبيلد. فانا دلوقتي ايه، انتظر. انتظر ان يجي صاحب الريبو اللي هو انا، الاكونت التاني، اجي ابص كده على البول ريكوست اللي عندي. تمام. افتح البول ريكوست اللي عندي، الاقي ان انا عندي بول ريكوست اسمه ايه، فيكسد بوست، والاقي ان الفيكسد بوست ده عليه علامه صح، معناه ان هو شغال تمام. فممكن حتى ابص في الكوميتس، اللي هو عملها، هو عمل ايه. هلاقي بيقول لي مثلا انا رفعت فايلات، عملت مش عارف ايه، عملت كده. هبص في الفايلز اللي تشينجد، هو انت حطيت فايلات ايه، وريني كده عشان اتاكد بس انك ما بوظتش حاجه. فلاقي مثلا انك بتحط صوره، انك بترفع مش عارف ايه، انك بتعدل الكود ده، بتحط شويه الكود دول، تكتب شويه الفايلات دي، تمام، وكل الكلام ده. فانا كده ايه، اقدر اقول له انا ريفيود التشينجز، تمام، التشينج بتاعتك ابروفد، تمام، واعمل لها سبميت. فانا كده يعني ايه، لو في حد فوقيه هو اللي بيأكسبت الحاجات دي، هيكتب ان هي ايه، ان هي ابروف، هيشوف انها ابروفد ويشتغل عليها. تمام. طب مفيش حد فوقيه، الحاجه دي بتاعتي انا، فانا اقدر اعمل ايه، اقدر اقول له ميرج البول ريكوست. تمام. ميرج البول ريكوست، ان انا ايه يعني، بقول ان البول ريكوست اتعمل ده تمام مظبوط، عايز احطه على الكود بتاعي. تمام. فاقول له كونفيرم ميرج. بعد ما يكونفيرم الميرج، ايه اللي هيحصل؟ ها، ايه اللي هيحصل؟ هل في حاجه هتحصل؟ ما اظنش ان في اي حاجه هتحصل. نرجع كده نبص في الكود بتاعنا. الكود بتاعنا هيبان او هيظهر فيه دلوقتي ان في حد عمل بول ريكوست، وهيظهر ان في كونتريبيوتور جديد. تمام. اللي هو ايه، اللي هو التست اكونت اللي احنا عاملينه ده. ولو فتحنا كده مثلا الفايلات بتاعتنا، سورس مثلا، فتحنا الايه، الكونتنت، فتحنا الترانزليتد بوستس، هنلاقي الايه، البوست الجديد. ولو فتحنا فيرسيل، هتلاقيه ايه، عايزين بس كده ندوس 5 نتشيك عليه تاني كده. المفروض ان هو يكون بيديبلوي تاني. فهو لو تيجي تبص كده هتلاحظ ان هو فعلا يعني اخر حاجه عنده ان هو بيمرج البول ريكويست فروم مش عارف ايه، فروم اكونت اياد. تمام. وان هو يعني جاهز بقاله دقيقه. لو فتحنا كده الايه، الموقع من على اليو ار ال بتاعه، تمام، بصينا عليه كده، هنلاقي ايه، المفروض لو فتحنا المقالات المترجمه نلاقي المقال المترجم الجديد. بسم الله كده اهو، المقال المترجم الجديد. مين اللي عامله واحد اسمه حماصه ديفلوبر. تمام. وده لينك المقال الاصلي بتاعه اهو. تمام. ودي الصوره اللي هو حاططها، وده الكلام اللي هو كاتبه. لو بصينا تحت كده هنلاقي ان احنا عندنا حماصه ديفلوبر، ديفلوبر وستريمر. وكده نبقى بكل بساطه ويعني دي ممكن تكون اسهل طريقه انا يعني ايه قدرت افكر فيها. عملنا ايه، عملنا حاجه يقدر بيها الناس اللي هم غير انا، غير صاحب البلوج نفسها، ان هو ايه، يكونتريبيوت بيها للبلوج عن طريق ايه، عن طريق البول ريكوست، عن طريق جيت هاب. تمام. زي ما قلت لك الكلام ده يعني ممكن يبقى يعني بالنسبه لي انا كان ممكن يبقى اسهل لو انا شغال سي ال اي، لان انا مثلا لو انا عندي جهاز تاني باكونت تاني كنت اقدر اعمله بالسي ال اي بسرعه جدا، اقعد اد الفايلات، احط جيت اد، جيت بوش، جيت كوميت، والدنيا تظبط. بس حتى ولو احنا كده عملنا يعني ايه، نقدر نقول انا بالنسبه لي عملت اللي ما اتعملش صراحه. تمام. دي اول حاجه، اول مره اعمل حاجه زي كده، فانا فخور جدا جدا بنفسي، ومستني مشاركات. الموضوع مفتوح اهو. تمام. انت عشان تشارك محتاج تعمل ايه يعني، انت شفت الخطوات اهو. بكل بساطه هتفتح اكونت جيت هاب بتاعك، هتفورك الريبو، تمام، تاخدها عندك، ممكن تنزل الكود، ممكن تشتغل من على جيت هاب، هترفع الفايلات. ايه الفايلات اللي انت محتاجها؟ لو انت اول مره ترفع تحتاج ترفع بوست، تحتاج لو له صور معينه مثلا، اللي هي الصوره اللي هي البانر اللي زي دي، تحتاج ترفعها في مكانها وتتاكد من اسامي الحاجات صح. تمام. لو انت اول مره تبقى اوثر، هتحتاج ترفع فايل الاوثر بتاعك وصورتك كاوثر. تمام. لو مش اول مره، بس هتحط اسمك، بس هتكتب بس في خانه الاوثر ان انا ايه، فلان الفلاني. تمام. تمام. وبعد كده هتكمت الكلام ده، هترفع على جيت هاب. تمام. وتقول انا عايز اعمل بول ريكوست. اول ما ترفع تعمل بول ريكوست، هفتح هنا جيت هاب. تمام. طبعا انت مش هتعمل بول ريكوست بعدين ترجع تبعت لي تقول لي ايه والله انا عملت بول ريكوست والنبي تقبله. لا، انا كل فتره كده هفتح، او يعني كل اجازه الجيش، تمام، هفتح البول ريكوست اشوف انا معايا مثلا هنا ايه، 2 بول ريكوست، وريني ده مثلا بوست كويس هاته، اعمل له ايه، ميرج. طب ده بوست وحش، ده فيه مشاكل، ده مش عارف ايه، لا اركنه. تمام. تمام. اهم حاجه بس انك كل مره تيجي تعمل بول ريكوست فيها انك تكون معاك اخر فيرجن من الريبو. يعني مثلا ما تبقاش ايه، انا مثلا في 3 بوستات مرفوعين وانت معاك الريبو من اول مكان معلاش اي حاجه. تمام. تمام. دي بس الفكره كده. هل في اي كرايتيريا للبوستات اللي بتترفع؟ في شويه كرايتيريا صغيرين. ايه هم الكرايتيريا دول؟ اول حاجه ان احنا عايزين بوستات، يعني مش هقول لك بوستات كواليتي، بس مش عايزين اي بوستات عبيطه والسلام. ما تقعدش تحاول تملى الايه، البلوج بتاعتنا مقالات اي كلام. لا، احنا عايزين بوستات عليها القيمه شويه. تمام. انت بتشرح حاجه وبتشرح الحاجه دي كويس، ما بتبقاش تتكلم كلام سطحي. يعني حاول تستنضف البوستات اللي انت بتشرحها. تمام. ويعني معلش، يعني انا لو البوست ما عجبنيش انا هلغيه، مش هقبله، او هكتب لك كومنت ان بصراحه البوست اي كلام ومش عاجبني. تمام. تمام. بالنسبه للترجمه، مش عايزين ترجمه حرفيه،
مش عايزين ترجمه جوجل ترانزليت. دلوقتي معانا شات جي بي تي ممكن يساعدك في الترجمه، بس مش عايزين فكرتك كلها انك تبقى خدت البوست حطيته في شات جي بي تي طلعته لي واديتوني. طيب احنا كده ما عملناش اي حاجه. لا، عايزين ايه؟ ننضف شويه في الحته دي، عايزين ترجمات محترمه. عايزك توريني مهارتك، عايزك توريني فهمك للحاجه اللي انت بتنزلها. تمام. صور ممكن تجيب الصور من المقال الاصلي عادي، مش عارف معلومات كده ممكن يعني تخليك على معلومات المقال الاصلي، بس دي ترجمه محترمه. تمام، ترجمه محترمه. لما تيجي ترفع اتاكد ان الفايل بتاعتك تترفع كويس. ما تنساش لينك المقال الاصلي، لان لينك المقال الاصلي مهم جدا عشان ما حدش يجي يقول لك انت بتسرقني وما بتسرقنيش وبتاع. واحنا كده كده يعني برضه عشان ايه؟ عشان الحق يتقال. في مقالات كتير حلوه يعني. لما مثلا تجيب لي مقال مثلا من على بلوج كويسه جدا، فانا انت حاطط لي لينك المقال الاصلي، فانا لو عجبني وحبيت اقرا منه مثلا، او انا مثلا مترجم وشفت المقال وعجبني وحبيت اترجم حاجات تانية من نفس البلوج، اقدر اوصل لها لانك مديني مديني لينك المقال الاصلي. تمام. تمام. حاجة أخيرة كنت عايز أقولها، بس كان في نوتة كده كنت كاتبها كنت عايز أقولها، اللي هي إيه؟ اللي هي دلوقتي أنت معاك مقال، المقال اللي مش عايز يعني إحنا بنترجمه، تمام، مش عايزين نغير فيه. تمام، عشان لو بنترجمه يبقى إحنا بنسرقه، لو سوري لو غيرنا فيه يبقى إحنا كده بنسرقه. فإحنا لا، عايزينه زي ما هو. أنت لو عايز تقول أي حاجة، لو عندك أي ملاحظات، عندك أي حاجة زيادة، ممكن تكتب ما بين قوسين كده وتكتب 2 أندرسكور، وما بين الأندرسكور تكتب اللي أنت عايزه. ده هيخليها في المارك داون، تخليها تظهر بشكل ايتاليك كده، اللي هو الكلام المايل ده، بحيث ان احنا نعرف ان دي ملاحظاتك. تمام. تمام. ما ننساش ان البوستات بتتكتب مارك داون. اي حاجه مش مارك داون انا مش هقبلها، لان انا مش، انت مش هتقعد تكتب لي الفايلات تكست وانا اخد بقى اعدلها واشوف فين الهيدرز وفين الكلام. لا، انت اكتب الفايل بتاعتك مارك داون. المارك داون سهل وبسيط، تقدر تكتبه حرفيا على اي حاجه. تقدر تكتبه على جيت هاب ذات نفسه، تقدر تكتبه على في سكود. في سكود بيدعم المارك داون بشكل يعني بيلت ان، يعني مش بس بيلت ان، لا ده بيدعمه مثلا. وتقدر تعمل كنترول شيفت في كده ويوريك البريفيو بتاعه، يوريك هو لما يجي يطلع هيطلع ازاي. فلو لاحظت ان في اي مشاكل او اي حاجه، آه ارجع عدل. تمام. تمام. بس دي كل الحاجات اللي احنا كنا عايزين نقولها. فيعني اتمنى ان الناس تشارك في الموضوع. اتمنى ان احنا يعني مثلا على ما ارجع من الجيش الاقي مثلا، لو لقيت 5 6 بوستات، انا هبقى سعيد جدا 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 يعني ان احنا عندنا مجموعه ناس مهتمه انها تشارك. تمام. فبس كده، ده كان كل اللي انا عايز اقوله. اتمنى يعني ان الناس تشارك، واشوفكم في فيديو جاي، ومع السلامه.